السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده فاطمة من قناة فاطمة تيمو. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس والكومنتات الحلوة كتير، عشان بتشجعني ان انا ارجع زي الاول كل يوم فيديو احسن من اللي قبليه. والنهارده بقى هنعمل حاجة كلنا بنحبها وبتتاكل جنب الاكل، اللي هي ايه بقى يا فاطمة؟ اللي هي مخلل اللفت بتاعنا الجميل. جبنا اللفت بتاعنا وغسلناه كويس جدا وقطعنا العروش الطويلة دي، سيبنا بس ايه اللي هي بتبقى حتت صغيرة زي كده. تمام، وقطعناه بقى كده كله زي ما انتم مش عارفين، زي ما انتم شايفين بقى، مكعبات كده ومثلثات. طبعا لو انتوا عندكم قطعة المخلل تقطعوا بيها براحتكم، بس يعني للي ايه ما عندوش القطاع زينا احنا كده. وهنا ايه ده الطبق ده برضو اللي احنا ايه اللي هو كان فيه اللفت يعني قبل ما يتقطع. اهو اللفت وبعد ما اتقطع، واهو اخر اتنين اهو بنقطعهم. تمام، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا ايه فيديو جديد انا بنزله يا حبايب قلبي. تمام ماشي يا حبايب قلبي، احنا اهو بنقطعها كده مكعبات زي ما انتم شايفين كده. اهو كده زي ما انتم شايفين، شكله حلو بصراحه من قبل اصلا ايه ما مستوي يعني، او قبل ما يتعمل. فخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنخلله ازاي وطريقته هتتعمل ازاي. تمام، واستنوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. وكده بقى يا حبايب قلبي، بعد ما قطعنا الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين، مربعات كده كويسة زي ما انتم شايفين اهو. تمام، اهو كده كله مكعبات بقى مثلثات، اللي يجي قدامكم قطعوه، بس اهم حاجه تكون ماسكه نفسها، متبقاش صغيره ولا رفيعه، عشان ايه لما تستوي كده تبقى كويسه. هنجيب بقى حله اكبر. تمام زي دي كده، وننزل بقى باللفت بتاعنا كله اهو. ايوه، احنا جبنا الحله دي يا حبايب قلبي عشان ايه؟ بس تاخد الكميه كلها ونعرف نعمل كده زي ما انتم شايفين. حطينا اول جزء اهو، وننزل فيه كل شويه من الاجزاء بشويه ملح. تمام كده يا حبايب قلبي، بنحط له ايه شويه، بنحط له شويه ملح كده كتار بس يكونوا كويسين يعني، بعد كل شويه من اللفت. تمام، بعد كده بقى هنسيبه 6 ساعات. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 2. هنخلصه يعني، هنفتح عليه على الساعة 8 بالليل. مش هنفتح عليه اللي هو يتاكل يا حبايبي، يكون اتملح يا حبايب قلبي وننزل ميته، وبعد كده بقى نحطه في البرطمانات بس. خليكم انتوا معايا بس كده لاخر الفيديو عشان نشوف الخطوات بتاعتنا خطوه بخطوه كده، احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه، ونشوف بعد بقى 8 ساعات 6 ساعات سوري وعليكم خير. نشوفكم تاني بقى بعد ما اللفت كله يتشرب من الملح وينزل الميه بتاعته. تمام، فخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. واستنوني بعد 6 ساعات واجيلكم. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي، بعد ما عدى 6 ساعات على اللفت بتاعنا وشرب كده من الملح بتاعنا اللي احنا حطيناه له. جبنا بقى ايه لتر ونص ميه كده، اللي هو اللتر ونص ميه دول يا جماعه احنا غاليينهم بس سايبينهم ايه لغايه لما بردوا خالص. ومعنا هنا الملح بتاعنا اهو زي ما انتم شايفينه. وجبنا بقى البرطمانات بتاعتنا اللي احنا هنخلل فيها المخلل بتاعنا، وده اهو اللفت. فتعالوا بقى معانا نشوف هنعمل ايه، وخليكم معايا لاخر فيديو عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا بقى يا حبايب قلبي، احنا كان ناقص لنا البنجر، بس ماما نسيت خالص اللي هي تجيب البنجر. بس هو شكله يعني ان شاء الله هيدينا ايه اللون البامبا الحلو بتاع البنك الحلو بدل البنجر يعني. فيلا ان شاء الله خير. وطبعا اللفت ده بقى احنا هنخلله معاكم وهنشوف كل حاجة، بس عشان انا منساش بقول لكم اللفت ما بيتفتحش عليه غير بعد 5 ايام. تمام، عشان بس تبقوا عارفين. وخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله يا حبايب قلبي. وخليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض.
اول حاجه بقى كده يا حبايب قلبي، جبنا البرطمان بتاعنا المعقم الجميل زي ما انتم شايفينه. هما برطمانين، وهننزل بقى بالليفت بتاعنا. طبعا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا احنا بنقطع الليفت بتاعنا دول 3 كيلو. حاطين عليهم 3 معالق من الملح، وسيبناهم يشربوا من الملح بتاعنا لمدة 6 ساعات من الصبح. وزائد كمان ان هما ينزلوا الماء بتاعتهم اللي انتوا شايفينها كده. دلوقتي اهو كده زي ما انتوا شايفين بنملى ايه البرطمان بتاعنا الجميل ده اهو. وزي ما قلتلكوا المية دي معقمة. ازاي نعقم المية يا فاطمة؟ المية عشان نعقمها تغلي المية بتاعتك، بعد كده تسيبها لغاية لما تبرد خالص، وكده تبقى عقمت المية بتاعتك، تبقى جميلة. انت بتحطيها في اي حاجة وانت مستريحة وضامنة. تمام اهو. برضه بنملى كده البرطمان التاني. طبعا بقى يا حبيب قلبي بعد ما ملينا البرطمانين بتوعنا اهو كده زي ما انتوا شايفنا. طبعا بقى المية بتاعت الليفت دي احنا مش هنستخدمها، بنرميها. ليه يا فاطمة؟ لان الليفت بينزل المية بتاعته مية ريحتها مش لطيفة، فاحنا ما بنستخدمهاش. تمام. جبنا برضو هنا قرن فلفل كده عشان بيدي ريحة وطعم برضو حلو قوي للليفت او لاي مخلل عامة. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتم شايفين بقى كده زي حبايب قلبي، زي ما وريتكم ملينا ايه بالبرطمانين بتوعنا الكبار ب3 كيلو من اللفت، مقطعينه وغسلينه غسلة كويسة جدا. ودلوقتي بقى هنبدأ نحط عليه. هننزل بقى يا جماعة بالمحلول بتاعنا اللي هي المية المغلية، وسايبينها تبرد، اللي هي ايه بمعنى اصح المية المعقمة بتاعتنا. طبعا نسيت اوريلكم السكر في الاول، معلش نزلنا ايه بمعلقه سكر كده في الميه المعقمه بتاعتنا، تدينا قرمشه برضو وبتاع ده، ونحافظ عليه لاخر واحده يا حبايب قلبي. تمام زي ما انتم شايفين اهو. وهننزل بقى كده يا حبايب قلبي بالملح بتاعنا. اللتر يا حبايب قلبي بياخد 4 معالق ملح، فكده 2 3 4 بس كده. طبعا بقى انتوا بتكتروا بتقللوا على حسب الرغبة دي بتاعتكم. تمام. وهنقلبهم برضو كويس جدا. ودي يا جماعة اسمها محلول مخلل اللفت اهو كده زي ما انتم شايفين. ودي يا جماعة مية مغلية للمرة التالتة هقولها لكم. مية مغلية وسيبناها تبرد خالص. بعد كده نزلنا بمعلقة سكر و4 معالق ملح على اللتر. جبنا بقى كده يا حبايب قلبي كوباية، وهننزل بالمية بتاعتنا على اللفت بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين اهو. متنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. خليكم بقى معايا لاخر فيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ودلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما حطينا الميه كلها وقعدت اللفت كده زي ما انتم شايفين. تمام. وحطينا برضو في البرطمان التاني، مصورناش البرطمان التاني سوري برضو، وبرضو عشان ما نطولش عليكم. وهو ده بس بقى. جبنا كده كيسين من اكياس التلاجة. تمام اهو كده زي ما انتم شايفين. دي برضو ايه تحافظ على المخلل بتاعنا الجميل اهو كده زي ما انتم شايفين. وبس كده بقى. واستبروا بقى بعد 5 ايام، وبعد كده بقى افتحوا وهوريهولكوا برضو بعد ما يتفتح كده فيديو قصير ان شاء الله. وبس كده وايه تاني. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله يا حبايب قلبي. ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.